السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا زملكاويه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الزمالك تعادل مع الاتحاد السكندري 0-0 وقدم مباراة، يعني شوطها الأول كان كويس والشوط التاني ما كانش كويس خالص. طبعا لعيبة كتير باين وزنها الزائد ومعظم اللعيبة مش في حالتها. طبعا الله يكون في عون معتمد جمال. شد حيلك يا معتمد، نحن لا نملك إلا الدعم. احنا بندعمك، عارفين ان المسؤولية كبيرة، وعارفين ان انت بادئ فترة اعداد متأخرة، وعارفين ان الادارة هي سبب تعبك وسبب تأخير الاعداد البدني والفني للعيبة. احنا عارفين ده كويس، لكن يا كابتن معتمد حاول انك تختار اللاعب الصح وما تخافش من اي حد. الكويس تلعبه، اللي مش كويس او اللي وزنه زايد لا ده تبعده، لان حتى ما يظهرش كده قدام الناس. احنا مش ناقصين حد يطلع يعيب على لعيبتنا ويتريق عليهم ويتنمر عليهم، يعني احنا في غنى عن الكلام ده. فانا اتمنى يا كابتن معتمد لو سمحت ان انت ما تخافش من حد وما تعملش حساب لحد الا لنادي الزمالك بس. اللاعب الجاهز تلعبه. لو في الناشئين في لاعب افضل من واحد موجود زي اللعيبه اللي بتلعب معاك، لا انا اجيب الناشئ اللي يفيدني. انا همي نادي الزمالك، انا اللي يهمني نادي الزمالك، ما يهمنيش اللاعب ولا مصلحه اللاعب ده ولا اي حد تاني. اخر حاجه احنا باذن الله يا معتمد لازم نكسب. احنا ما ينفعش الماتشات اللي احنا بنلعبها دي نضيع بونت هنا وهنضيع بونت تاني هنا ونيجي في الاخر نلاقي نفسنا في نص جدول الدوري. ما ينفعش. ما تنساش ان احنا الزمالك حامل اللقب، فلازم تموت نفسك ولازم تشوف طلبات الفريق ايه. ان شاء الله باذن الله وقف القيد يتحل في يناير. لازم تشوفوا لعيبه طبعا على ما يرام، لعيبه تنفع الزمالك، مش لعيبه تبقى عاله ومش لعيبه تبقى جعانه. فانا بتمنى التوفيق لكابتن معتمد، وشد حيلك يا كابتن، وكل جماهير الزمالك بتدعمك. انت عارف ده كويس، انت عارف ده كويس ان كل جماهير الزمالك في ظهرك وكل جماهير الزمالك معاك. عايزين لعيبه تشوط، يعني فين التسديد على المرمى؟ فين الرفعات المتقنه؟ انا ما شفتش حاجه من دي في ماتش الاتحاد يا كابتن. مفيش لاعب بيشوط، لا لازم يكون في جرأة. عدي الدباغ ما شاء الله عليه عاجبني. اديله حاجات اكتر، يعني اديله وظائف اكتر من اللي هو فيها، خليه يتحرك براحته. هو مش وحش عدي الدباغ، وقلبه والله بيلعب وقلبه على نادي الزمالك اكتر من الاثنين المهاجمين اللي ما كانوش بيعملوا اي حاجه، والفينش بتاعهم سيء جدا ووزنهم زايد. انا ما اعرفش ازاي دول يبقوا يعني في نادي الزمالك. والله الزمالك بيعاني. احنا ربنا يكرمنا في اللي جاي. لا نملك الا الدعم لنادي الزمالك. شدوا حيلكم يا رجاله. في موضوع تاني عاوز اتكلم فيه، مش وقته خالص يا خالد يا غندور. انت اللاعب الكابتن التاريخي لنادي الزمالك، ما يصحش ان انت تطلع تقول على جون ادوار ان هو بيحرك الولد بزيرة وعندك معلومات وعندك ده. طبعا انا سمعت ده من بعض الصحفيين، الكلام اللي انا بقوله في صحفيين كتير قالته ويعرفوك مظبوط. ما يصحش ان انت تطلع تتهم الراجل في وقت زي ده، وقت حرج زي اللي احنا فيه، وتشتتنا وتشتت جماهير نادي الزمالك اللي احنا نعلم تماما ان في نادي احمر هو اللي بيحرض اللعيب. انت بقى طالع تبعد التهمة عن النادي الاحمر. ايه قصدك وايه قصدك في الوقت ده بالذات؟ المفروض ان انت قلبك على نادي الزمالك، المفروض ان انت بتخاف على نادي الزمالك. طب انت يا كابتن خايف على نادي الزمالك، ما كنت من باب اولى تروح لكابتن حسين لبيب وتقعد معاه وتقول له انا عندي ادله وعندي لو قلبك على نادي الزمالك. لكن لو انت بقى باصص للترند وباصص لللايك والشير وان الناس الاهلاويه يحبوك، ان انت بتبعد الشبهه عن اي نادي اخر، احنا الزملكاويه نعلم تماما ان هو المحرض، يبقى انت يا كابتن خالد بتبص لحاجه تانية احنا مش شايفينها. انت بتبص لحب جماهير الاهلي ليك. انا بقول لك حاجه، مهما تعمل مش هيحبوك. مهما تعمل والله لو تغنيت بيهم مش هيحبوك. حط ده وانت نفسك عارف كده. فما فيش داعي ان انت يبقى الزمالك واقع في مشكله
وعندنا مشاكل واللعيبه بتاعتنا يعني روحها طالع في الملعب وبادئين فتره اعداد متاخره والجمهور بيلصم في الفريق، وتيجي انت تهمد في النادي، وتيجي انت تخبط في النادي. انت برضو وبرضو قبل كده برضو ميدو طلع واتكلم برضو على نادي الزمالك وبيبعد برضو الشبهة عن بعض الأندية. في ايه يا جماعة؟ في ايه؟ هو الزمالك ده مش خيره عليكم؟ هو انتوا لولا الزمالك احنا كنا عرفناكم؟ واحد يقول لي هو انت بتقول كده ليه؟ انت هم بيحبوا الزمالك. لا، اللي يحب الزمالك ما بيعملش كده. اللي يحب الزمالك يبقى عنده خبر وعنده حاجة مداريها، لا انا اروح اقولها للإدارة، اروح اقول لهم يا جماعة خدوا بالكم انا عندي معلومة ان في 1 2 3. ده اللي يبقى قلبه على نادي الزمالك. انتوا عملتوا ايه لنادي الزمالك؟ على العموم يا خالد يا غندور، كابتن جون ادوار اللي انت بتتهمه كده، الراجل ده ساب لنادي الزمالك 2 مليون دولار. يعني في شرط جزائي بينه وبين نادي الزمالك قبل ما يمشي المفروض ياخدهم. الراجل تنازل عنهم 2 مليون دولار. انت وميدو بقى اتبرعتوا بكام مليون دولار للزمالك؟ انتوا قلبكم على الزمالك وبتحبوا الزمالك ومش عايزين دخلاء تيجي في نادي الزمالك. طب انتوا عملتوا ايه؟ على العموم انا عارف الرد طبعا. تجربة جون ادوار نجحت، وانا بلوم على كابتن حسين لبيب ان سمع كلام عباس ممدوح عباس وانه مشى جون ادوار، لان مشي جون ادوار خسارة كبيرة جدا لنادي الزمالك، خسارة كبيرة جدا هنعاني منها في القريب، ولو اني اتمنى ما نعانيش. لكن واضح كده ان جون ادوار كان ليه تأثير كبير جدا على اللعيبة. راجل مدير بيتعامل مع اللعيبة كأنه المدير بتاعهم فعلا، وهم بيحترموه بيقدروه. ثم اللعيبة ليها مستحقات ما كانتش بتتكلم، هو الوحيد اللي كان بيتكلم. لكن انت تيجي قبل الدوري بيومين يا حسين يا لبيب تدي اللعيبة مستحقات 3 ولا 4% من اللي ليهم. هل ده ينفع؟ هل ده ينفع؟ اللعيبة دي تلعب ازاي وتبقى نفسيتها عاملة ايه؟ عشان كده احنا مش يعني انتوا كده يعني بتخربوا في نادي الزمالك. يا جماعة لازم يكون عندكم وعي اكتر من كده. ما ينفعش ان كل كبيرة وصغيرة اطلع اصرحها للاعلام. ما ينفعش اطلع اقول انا ايه هدي مستحقات للعيبة النهاردة، لا هديها بكرة. الاعلام ماله مال الكلام ده؟ ليه انا اطلع واقول الكلام ده؟ ليه ما احلش المواضيع بتاعتي ومشاكلي في الغرف المغلقه من غير ما اعرف حد اي حاجه؟ ايه السر ان انا اقول في الاعلام؟ بتحبوا الاعلام للدرجه دي يا جماعه؟ يا جماعه انتوا ايه؟ انتوا محسسين ان عندكم نقص. عيب ان يعني ما تظهروش كتير في الاعلام. ولو سمحت يا خالد يا غندور ما تتهمش الراجل، ولو عندك اتهام صريح روح بلغ واحنا نقف معاك. لكن انا ما اعتقدش ان كابتن جون ادوار يعمل كده، لانه راجل محترم. وفي نفس الوقت ازاي انا هعمل كده يا جماعه وهسيب لنادي الزمالك 2 مليون دولار؟ ثم لو كلامك صح يا خالد يا غندور، طب اللعيبه التانية اللي اشتكت الزمالك في الفيفا دول ايه بقى؟ هل دول برضو من جون ادوار، ولا دول من النادي اللي انت بتحبه، اللي انت عاوز جمهوره يحبك؟ قول يا لئيم قول. فانا اتمنى يا خالد رسالتي توصلك، واتمنى انك تحب الزمالك. بلاش موضوع الترند يشغلك، بلاش جماهير الاهلي تشغلك، لا خاف على مصلحة الزمالك. وانت برضو يا ميدو خاف على مصلحة الزمالك. ما ينفعش يبقى الزمالك في مشاكل وعنده تعقيدات كتير وعنده بلاوي كتير، وانتوا تطلعوا قاعدين في التكييف وقاعدين قدام الميكروفونات تروحوا قايلين كلمة عشان الناس تشيرها. اتقوا الله يا جماعة في نادي الزمالك، وبإذن الله الزمالك يرجع زي الأول. ويا كابتن معتمد شد حيلك وجمهور الزمالك معاك، واحنا الزملكاويه عمرنا ما هنبخل على نادي الزمالك بحاجه. والله لو اخر نقطه دم في دمنا مش هنبخل عليها لنادي الزمالك. يعيش نادي الزمالك، وباذن الله يرجع وهو يبقى اول الدوري باذن الله في القريب العاجل. كلنا نقول يا رب. وشكرا لكل الزملكاويه اللي شافتني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.